السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروب بدون جنود، أسلحة بتتحكم فيها من بعيد، ومدن بتتحول لخراب في ثواني معدودة. ده مش خيال علمي، ده المستقبل اللي بيوصفه لنا الدكتور مصطفى محمود في حلقة من حلقات برنامجه الغني عن التعريف، العلم والإيمان. الدول المتقدمة اللي عندها كل التكنولوجيا، هل هتبقى الأقوى ولا الأضعف في الحروب دي؟ هل مستقبلنا هيكون بين إيدينا ولا بين إيدين الأسلحة؟ الدكتور مصطفى محمود بيفتح لنا ملف مرعب، بيحذرنا من حروب قادمة مش زي اللي عرفناها قبل كده. التكنولوجيا اللي المفروض تخدمنا ممكن تبقى سلاح يدمرنا. الدول المتقدمة هتبقى في أمان، لكن دولنا العربية أو دول العالم الثالث مثلا، يا ترى مصيرها هيكون إيه؟ لحد إمتى هنفضل نتخانق على فتات الدنيا ونسيب المستقبل يضيع مننا؟ الحروب اللي جاية مش زي الحروب اللي فاتت، دي حروب ذكية، حروب تكنولوجية. الدكتور مصطفى محمود هيخترق معانا المستقبل، هيورينا شكل المعارك الجديدة والأسلحة اللي هتغير كل حاجة حرفيا. بس يا ترى هل هنكون مستعدين لده؟ في الحلقة دي الدكتور مصطفى محمود هيشرح لنا إزاي الدول المتقدمة هتستخدم العلم والتكنولوجيا عشان تحمي نفسها وتحافظ على مكانتها، بس في نفس الوقت هيحذرنا من خطر كبير بيهدد الدول اللي مش هتواكب التطور ده، وخصوصا الدول اللي بتتخانق كتير. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا معانا نفهم إزاي الصراعات السياسية ممكن تدمر دول، وإزاي العلم ممكن يكون سلاح ذو حدين. مستعدين تعرفوا أسرار المستقبل؟ الفيديو ده هيخليكم تفكروا في كل حاجة، من التكنولوجيا المتقدمة لخطورة الحروب وأهمية الوحدة والتكاتف. متفوتوش الحلقة دي لأنها هتخليكم تبصوا للعالم بطريقة مختلفة تماما. شغلوا العقل وتعالوا معايا ندخل عالم الدكتور مصطفى محمود. بس سريعا كده تعالوا أقول لكم أنا مين. أنا رحاب محمد. لو أول مرة بتشوفوا القناة، بقدم محتوى مختلف ومتنوع بيجمع بين القصص الدينية وأهم الأحداث، وكمان بنغوص في مواضيع الإعجاز العلمي اللي بتورينا إزاي العلم والدين بيتكاملوا مع بعض. فلو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وياريت كمان تشاركوا الفيديو مع أصحابكم. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. دكتور مصطفى محمود في بداية كلامه بيسأل سؤال مهم: يا ترى المستقبل وإحنا رايحين على فين؟ بيقول إنه في الواقع مفيش إلا احتمالين اتنين، احتمال الحرب واحتمال السلام، وهم دول الاحتمالين اللي هيحددوا شكل وصورة المستقبل. وبيقول لنا إنه لو حصلت الحروب المرة دي مش هتكون عادية، لأن الأسلحة نفسها مش عادية. الأسلحة دلوقتي بقت فظيعة. زمان كان المسألة بتتوقف على شجاعة المحارب، يعني راجل لراجل، لكن دلوقتي المسألة بتتوقف على نذالة العلم، يعني بالبلدي كده ندالة العلم. وبيقول لنا إن العلم للأسف بريء جدا، لكن الإنسان بيستخدمه بندالة، يعني بمجرد تكة على زرار. زي بالظبط واحد راكب طيارة واتك على زر، كل الشجاعة المطلوبة منه إنه يتك على زر فتنزل قنبلة ذرية أو نووية بتموت 100,000 واحد فورا. ده في حالة إيه؟ لو كانت في حجم مثلا هيروشيما، لكن المرة دي مش في حجم هيروشيما، ده مئات الأضعاف، لأن قنبلة هيروشيما حاجة تانية. قنبلة هيروشيما كانت قنبلة انشطارية، إنما دلوقتي القنبلة اندماجية اللي هي قنبلة هيدروجينية، ودي قوتها التدميرية فظيعة وأضعاف قوة قنبلة هيروشيما. لما عملت بحث كده سريع علشان أقدر أديكم مثال بسيط، لقيت إن قوة قنبلة هيروشيما بتعادل 11,000 طن ديناميت، إنما القنبلة الاندماجية في وقتنا الحالي بتعادل 15 مليون طن ديناميت. فلكم أن تتخيلوا بقى. نرجع تاني لدكتور مصطفى محمود واللي بيقول لنا إن ساعتها الموت هيبقى فوري، هيبقى 1,000,000 واحد كده على الأقل، وبعد كده هيبقى الموت بالبطيء. يعني إيه بالبطيء؟ يعني بالسرطانات والتشوهات إلى آخره. بالإضافة لإيه بقى؟
بالإضافة للدمار والإحراق والإهلاك. وبعدين بيقول لنا إن العلماء بيقولوا إن موجود من المخزون القنابل الذرية ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات، ده غير حكاية الإشعاعات ومضاعفاته. لكن دلوقتي ابتدوا يلتفتوا لحاجة جديدة، حاجة كده جديدة خالص في حكاية الحرب الذرية. قالك حتى لو نزلت قنبلة واحدة أو قنبلتين مثلا، ممكن نتيجة كمية الدخان اللي هتطلع منها إنها تغلف الأرض كلها بغلاف من الدخان يمنع الشمس لمدة 6 أو 7 شهور، ويمر على الأرض الشتاء النووي، واللي بيوصل فيه البرد لدرجة صقيع بتموت كل الكائنات والبيوسفير كله، سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان، بيموت منهم أعداد كبيرة، وبيحصل انقراض كامل لأجناس كاملة، لأن الشمس هي شيء حيوي جدا. وطبعا هم بيقولوا 6-7 شهور، لكن محدش عارف الدخان ده سمكه قد إيه وهيقعد قد إيه، خاصة إن هو مش دخان هتقدر تعمله كده بإيديك وهيتلاشى، لأ، ده موجود في الطبقة العليا من الجو، ثابت بحكم الجاذبية ومغلف الأرض على طول. وده سموه الشتاء النووي، وده خلاهم يقعدوا يعملوا دراسات ليل ونهار على موضوع الشتاء النووي ده. دكتور مصطفى محمود بيقول لنا إنه ساعات بيقرأ القرآن وبيقف عند الآية بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس وهذا عذاب أليم، وبيقول لنفسه يا ترى الآية دي خاصة بالمستقبل واحتمال الدخان ومضاعفاته؟ جايز، خاصة إن الآيات دي آيات كونية، وفي التفسيرات القديمة قالوا عن حكاية اقتربت الساعة وانشق القمر، وقالوا عن آية الدخان، وإن الحاجات دي حصلت، وإن القمر انشق، وبشهادة عدد من الناس في قريش وكده. لكن دكتور مصطفى محمود بيقول إن هو بيشوف إن دي آية كونية ربنا هيعملها للكون كله، إنما مش عشان مجموعة من 10 أو 12 فرد في قريش يشوفوا القمر. الله سبحانه وتعالى بيقول اقتربت الساعة وانشق القمر، فدي علامة كونية، لأن القمر ده فوق قوي، فلازم كل الكون هيشوفه، وطالما آية كونية. وكذلك الدخان، فهو بيشوف إن دي من علامات الساعة. وطبعا بعضهم فسر آية انشقاق القمر بإن هي انشقاق الذرة أو انشطار الذرة، لكن هو رأيه برضو بيقول غير كده. هو رأيه إن ده تفسير مش صحيح، لأنه أخرج الآية عن معناها، لأن الآية بتتكلم على القمر مش عن الذرة. بعضهم بيفسر انشقاق القمر بإنه خروج القمر عن مداره وعن نظامه والتحاقه بالشمس، لأن برضو في آية بتقول وجمع الشمس والقمر. وفي تفسير بأن انشقاق القمر يعني خروجه عن مداره والتحاقه بالشمس، لكن برضو مفيش شواهد فلكية بتدل على إن القمر بيبتعد عن الأرض بشكل ممكن يقول إنه هيخرج عن مداره. ده طبعا لحد دلوقتي مفيش شواهد بالحكاية دي. وقال لنا إن هم فهموا كلمة انشقاق بالمعنى الجديد اللي احنا بنستعمله، يعني خرج عن النظام، أو التفسير القديم لكلمة الانشقاق، يعني حاجة وبتنشق لجزئين. الله أعلم طبعا بالمعنى، لكن مفيش شواهد بأن القمر هيخرج عن مداره. دكتور مصطفى محمود وعلشان يوصل لنا المعلومة أوضح قال لنا إن برضو في آية بتتكلم عن دابة بتخرج تكلم الناس، ودي من علامات يوم القيامة. وقال لنا إن في بعض العلماء فسروا الحكاية إنها حصلت، وإن الدابة اللي بتكلم الناس دي هي التلفزيون أو الراديو، لأنهم ببساطة معمولين من عناصر الأرض. لكن هو رأيه إن ده تفسير غير مقبول، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول دابة لازم تكون دابة، دي حاجة. وتاني حاجة إن الراديو ده أو التلفزيون محطوط فيه كلام، ولكنه مش بيخاطبني أو بيكلمني أنا شخصيا، ده جهاز سلبي أصحابه أو اللي عملوه مبرمجينه وحاطين فيه كلام. فقال إن هو يعتقد برضو إن الآية دي لسه ما حصلتش، اللي هي آية خروج الدابة. أما بقى الاحتمال الوارد فعلا هو آية الدخان أو الدخان، الآية اللي بتقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى هيكشف هذا الدخان، فطبعا ممكن قوي أي حرب ذرية محدودة ممكن تعمل الظاهرة دي. طبعا اللي بيتهم العلم في الحكاية دي غلطان، لأن العلم بريء، لكن ده سوء استخدام العلم. أما المسألة فمسألة أخلاق مش العلم. وده برضو إشارة لأن الأخلاق دي شيء خطير جدا، لأن مجرد سوء استعمال سلاح زي ده ممكن ينهي العالم كله. شوف قد إيه حكاية شر الإنسان وخيره. وعشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قالوش وإنك على علم عظيم مثلا. ليه؟ لخطورة كلمة خلق، لأن العلم ممكن نحصله في المدارس نذاكره يعني، وثبت إن في بدل المخترع 1000 عبر التاريخ. إنما اللي صعب قوي إن الإنسان يكون على خلق ويكون خير ويجاهد نفسه ويكبح طمعه. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي: وإنك لعلى خلق عظيم، فعلا بيتوجه بالشيء الصعب. مع الجهاز العجيب اللي بيشتغل عند الواحد سكرتير وذاكرة وأرشيف، واللي بيشغل مصنع بحاله، واللي بيحسب ويجمع ويطرح ويطلع كل ما يخطر على بالك من الحسابات. أما القفزة التانية فكانت قفزة في الهندسة البيولوجية، إن الإنسان ابتدى يتحكم في الجينات الوراثية مثلا ويعمل تخليق لمواد جديدة كيماوية عضوية. دي كانت قفزة رهيبة جدا. والقفزة التانية اللي هي القفزة الليزر، واللي دخل بعد كده في حياتنا في الطب وفي علاج العيون في الجراحة وفي الحروب وفي السلاح وفي النيشان، وبعدين دخل حتى في الحاسبات في مسألة الذرة والجزيء. حتى في التسجيلات دلوقتي في اسطوانة ليزر، هو قصده هنا على اسطوانة CD، كانت لسه في الوقت ده يا دوبك طالعة. يعني ببساطة كده العالم عمال يقفز قفزات رهيبة. وبعدين جه الإنسان الآلي والروبوت، ومع كل التطورات دي عاش الإنسان في رخاء وطرف وشبع وسعادة. لكن الاحتمال التاني ده، إن الإنسان يعيش في كل الحاجات الحلوة اللي احنا قلناها ده، لمين؟ قالك ده الدول المجموعة الأوروبية والسوبر باورز، والدول اللي هتاخد بالعلم وبالإلكترونيات وبالمفاعلات وتلهث مع العصر. إنما بقى إفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية والدول اللي نازلة انقلابات وقتل في بعض وقهر وحكم بوليسي وظلم وتخلف وأمية، لا 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 لا، ده بالعكس، ده هي دي بقى هتزداد الفجوة اللي بينها وبين هذا الطرف اللي شفتوه برغم السلام اللي موجود حاليا. إنما بنتكلم دلوقتي عن احتمالات هذه المجموعة من الدول اللي هي عايشة في الانقلابات ولا عايشة في الأمية والتخلف والظلم والقهر. المجموعة دي هتتسع الفجوة بينها وبين الدول الأوروبية لدرجة إنه هيبقى المسافة بين مجموعة ومجموعة زي بالظبط المسافة بين القرود والبني أدمين. القرود يعني الدول دي بتحول سكانها لمجموعة نسانيس بالظبط بالنسبة للمجموعة المتقدمة اللي احنا قلنا عليها. يعني بمعنى أصح عايشين نسانيس، عايشين في تخلف وعمالين يتخانقوا مع بعض. وبعدين حتى مش هيكون عندهم العذر اللي دايما بيرددوه ويقولوا أصل الاستعمار، أصل الاستغلال، أصل احنا كنا مطحونة وإلى آخره. حتى العذر ده مش هيبقى موجود. طب ليه بقى العذر ده مش هيبقى موجود؟ دكتور مصطفى محمود هنا بيجاوبنا إجابة عبقرية، بيقولك إن الدول المستعمرة دي خلاص هتستغنى خالص عننا، مش هتعوزنا أساساً، هتستغنى عن البترول لأنهم هتلاقيهم بيطلعوا بدايل ذرة وبترول، وهيستغنوا عن كل الحاجات اللي بياخدوها مننا وهيعملوها عندهم هناك، ويسيبونا بقى زي النسانيس زي ما قلنا كده على الشجر نتخانق وبس. العلم هيفتح مجالات للدول المتقدمة دي ويخليها تقدر إن هي تستغنى تماماً. وبيقول لنا في الواقع المستقبل بالنسبة للدول المتخلفة، وبرغم من السلام اللي موجود حالياً، ولكن المستقبل ليس وردياً بالمرة، مستقبل خطير.
يعني فعلا ممكن يوصل لدرجة إن الأمم دي تتحول لجزر متخلفة وبعدين تنقرض زي القبائل بتاعة الإنكا والهنود الحمر والحاجات دي. يعني هيبقى قبائل مقضي عليها بالفنا. فالمستقبل يا إخوانا مستقبل خطير ومش بسيط، ومفيش اختيار قدامنا بالمرة. يعني لابد من اللحاق بالعصر واللهاث خلف كل جديد والعمل والعرق. دكتور مصطفى محمود بيختم الحلقة بنصيحة ذهبية مهمة جدا، وبيقول إن الأخطر من كل ده إنك تلاقي في الوقت ده ناس ملهمش لا حظ من العلم ولا حظ من الأخلاق. طب على الأقل إذا فاتنا العلم فما يصحش يفوتنا الأخلاق، والحمد لله إننا عندنا دين هو القمة في مكارم الأخلاق. وبيقول لنا أرجو إن الحلقة دي تكون صيحة نذير وجرس إنذار بالمستقبل اللي بيهدد كل أمة كسلانة ومتخلفة وعايشة في الأحلام وفي الصراعات والانقلابات. وبيقول إنه جه الوقت بقى إنها تفوت، وإلا هيفوت الوقت. كلام دكتور مصطفى محمود بيفضل محفور في الذاكرة، بيخلينا نفكر ونكتشف تأثيره لسه عايش بينا لحد دلوقتي. دكتور مصطفى محمود كان علامة فارقة في حياتنا، علمنا كتير وحفز فضولنا. مش هنقدر ننسى كل اللي قدمه لنا. الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهاردة ممكن تبدو معقدة، بس في الحقيقة ليها علاقة بحياتنا اليومية أكتر مما نتخيل. كل اكتشاف جديد بيقربنا خطوة من فهم أنفسنا والعالم اللي حوالينا. وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة تعرفوها. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو أنتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، واستنوني في الحلقة اللي جاي إن شاء الله.